بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وتحياتي لكل المتابعين كل مكان جماهير كرة القدم المصرية. النهارده عندنا مباراة فيصلية مهمة جدا، مباراة مصر والراس الاخضر. هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربية والتعليم. ايوه ابن وزير التربية والتعليم. يا مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ فعلا هي مالها بردت كده ليه؟ ربنا يستر بقى ان شاء الله. ولكن ان شاء الله عندنا في حلقتنا النهارده مفاجآت كتيره جدا، وعندنا تحليل متميز، وعندنا معلومات فيها بشرة خير لكل جماهير كرة القدم المصريه، وان شاء الله نكون متفائلين ومنتخبنا المصري يحقق النتيجه ويحقق اداء ولا اروع باذن الله امام الراس الاخضر. وده هيكون من خلال تحليلنا ومن خلال بعض المعلومات المتميزه وبعض الامور اللي هنوضحها بشكل استثنائي في ملعب السير. المعلومات اللي هنوضحها لحضراتكم مش موجوده في مكان تاني، لا على صفحات السوشيال ميديا ولا على جميع وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه. ملعب السير دايما معانا زي ما عودنا حضراتكم، التميز والرياده باذن الله. طبعا النهارده هنتكلم في 3 عناصر مهمين جدا. رقم 1 بالنسبه لحلقتنا تحليل لمباراه مصر والراس الاخضر، نقاط الضعف والقوه فرقتين وسيناريوهات الانتصار بالنسبه للفريق المصري. النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها لغز محمد النني ومحمد صلاح وفيتوريا بالنسبه لاداء المنتخب المصري. النقطه الثالثه اللي هنتكلم فيها معلومات مهمه جدا 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 عن فريق منتخب الراس الاخضر. طبعا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من المعلومات اللي هنوضحها لحضراتكم. طبعا الكل بيقول ان الراس الاخضر فريق قوي وفريق مرعب، ولكن الحقيقه انا من وجهه نظري، وعلى الرغم ان حضراتكم هتختلفوا معايا في وجهه النظر اللي انا هقولها، ولكن مهم ان حضراتكم تسمعوني، ومهم جدا جدا نتابع النقاط دي. فريق الراس الاخضر اخر 6 مباريات خسر في 4، تعادل امام انجولا في مباراه، وفاز في مباراه واحده على فريق اسواتيني، واحرز 4 اهداف فقط، على العكس من منتخب مصر مع روي فيتوريا اللي طبعا كل الناس بتهاجمه. في اخر 5 مباريات الفريق المصري فاز في 4 وتعادل في مباراه وحيده امام الجزائر باداء ولا اروع، واحرز 12 هدف. ناخد بالنا قوي من المعلومات دي، يمكن ده اللي احنا مصرين عليه في ملعب السر، ان احنا بنقول ان احنا عندنا اقوى هجوم في بطوله افريقيا. الرباعي اللي احنا اتكلمنا عليه، وطبعا الثلاثي الاساسي عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح بالاضافه لتريزيجيه، احنا عندنا اقوى هجوم في بطوله افريقيا. ولو هنتكلم عن كهربا فمهم جدا نعرف نقاط القوه ونقاط الضعف بالنسبه للفرقتين، واحنا هنتكلم دلوقتي بطريقه افضل. ولكن المعلومات اللي احنا وضحناها دي بتبين لنا ان منتخب مصر بالنسبه لكل الجماهير اللي بتتكلم ان الفريق المصري انه اداؤه سيء، لا انا وجهه نظري انا بختلف مع حضراتكم، ومهم جدا تاخدوا بالكم من الكلام اللي هقوله، ان ده هنتابعه في المباريات اللي جايه. طبعا من الاحصائيات اللي وضحناها فريق الراس الاخضر يظهر ان هو فريق متواضع، ودي حقيقه، هو فريق متوسط المستوى، لكن هو ظهر بالشكل اللي احنا شايفينه قوي الى حد ما. ليه؟ لانه الحقيقه فريق منتخب غانا كل الفرق اللي موجوده في البطوله تقريبا ما عملتش معسكرات اعداد. منتخب غانا في اول مباراه امام الراس الاخضر اللي خسرها 2-1، فريق كان يعني يعتبر مهلهل، كانش فيه انسجام، اللعيبه كانت بتلعب لعب فردي. لما لعبوا امام منتخب مصر في المباراه الثانيه، لا فريق منتخب غانا كان اكثر انسجام، كان الحقيقه كان في تحسن في الاداء الى حد ما. ايضا بالنسبه لمنتخب مصر امام موزمبيق ادينا مباراه جميله، ولكن الحقيقه الفريق استهتر في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني لما الامور اتصعبت على الفريق المصري ظهرت شخصيه المنتخب، قدرنا ان احنا نتعادل، ويمكن الاداء اتحسن امام منتخب غانا، ادينا اداء رائع وكانت المباراه ماشيه بشكل جيد. ولكن لحظه اصابه محمد صلاح من هنا هو اللي حصل الدروب، حصل هبوط في المستوى، ولكن المنتخب ابتدى يستجمع قواه ثاني خلال عقليه فيتوريا ومن خلال تغييراته، وشفنا اداء ولا اروع للفريق المصري. ويمكن ده كله هنوضحه دلوقتي مع بعض، نقاط القوه ونقاط الضعف بالنسبه للمنتخب الراس الاخضر والفريق المصري. مع بعض كده نتابع منتخب الراس الاخضر. هنلاقي هنا دفاعه مهلهل جدا، فريق تمركزه سيء، ويمكن ده هيظهر معانا في الصوره الاولى. يبقى مهم جدا ان منتخب مصر يعمل زياده عدديه في الثلث الاخير ويهاجم من البدايه. الصوره الثانيه هنلاقي هنا ايضا ان فريق الراس الاخضر فيه 4 لعيبه زي ما حضراتكم شايفين تمركزهم سيء جدا، والثلاثه اللي فوق ايضا تمركزه سيء، ولكن منتخب غانا كان منتشر. ايضا هنا منتخب غانا في صوره ثانيه بيظهر برده بانتشار بشكل جيد على فريق الراس الاخضر. في اللحظات دي كلها منتخب غانا كان بيهاجم بشكل جيد جدا، حتى هنلاقي معظم الانطلاقات كانت من على الاطراف. طبعا ده سلاح قوي جدا عندنا في الفريق المصري، ده مهم جدا الزياده العدديه، ومهم جدا من على الاطراف، وخاصه ان احنا عندنا مهارات متميزه بتريزيجيه وعمر مرموش. احنا دلوقتي بنتكلم عن نقاط ضعف في منتخب الراس الاخضر. تعالى هنا لما ضغطوا عليهم منتخب غانا بشكل هجومي قوي، ازاي فريق الراس الاخضر كان كله بيرجع ورا بحوالي تقريبا 10 لعيبه، يعني بنتكلم المنتخب كله الفريق كله. الصور اللي احنا وضحناها دي تخلينا نقول ايه هي السيناريوهات اللي ممكن يحقق بيها منتخب مصر الانتصار، هل فعلا يقدر يحقق الانتصار ولا لا؟ طبعا اجابتنا على السؤال ده، وبرضه هقول بعض الامور واعتقد ممكن ناس كتيره جدا تختلف معايا في وجهات النظر، ولكن مهم جدا ان احنا نتكلم في النقاط دي حتى لو مش هتعجب حضراتكم، ولكن ده من خلال صور ومن خلال تحليل ومن خلال وجهات نظر بنوضحها لحضراتكم ومن خلال احصائيات. فمهم جدا ننتبه للمعلومات دي، لان اعتقد ان شاء الله هتحصل على ارض الواقع لو المنتخب المصري كان موفق. عندنا سيناريوهين، ما فيش سيناريو ثالث لتحقيق الانتصار، ودول الاقرب لطريقه تفكير روي فيتوريا. اما تلعب بطريقه 4-3-3
3 يا اما نلعب بطريقه 4-4-2 زي ما شفنا منتخب الراس الاخضر. مهم جدا ان احنا ما نسيبلوش مساحات، ان عنده الاطراف متميزه جدا وعنده سرعات وعنده هجوم الحقيقه جيد، وخاصه اللاعب بيبي اللاعب اللي بيلعب في نادي ريو فالكانو الاسباني، وايضا بيتميزوا بالتصويب من الخارج بشكل جيد جدا. يبقى انا مهم جدا ان انا اعمل حزام في منطقه وسط الملعب ب4 لعيبه. انا ممكن العب بمروان عطيه والعب بحمدي فتحي وامام عاشور، وممكن بزيزو معاهم العب من قدامهم بمصطفى محمد وعمر مرموش. عنصر القوه والسرعه والمهاره متمثل في مصطفى محمد وعمر مرموش، فدي وجهه نظر. ده لو هنلعب بطريقه 4-4-2 اللي هي ايضا بتبقى ممكن زيزو في النواحي الهجوميه بياخد الحريه فتبقى 4-3-3، ويبقى انت عندك 2-6 بيلعبوا جيد لحد ما، لان زي ما اتفقنا قبل كده ووضحنا ان منتخب مصر عنده مشكله كبيره جدا في اللاعب رقم 6. النهارده انت لو عندك لاعب قوي في مركز 6 كنت تقدر ان انت تظهر لاعبتك بشكل جيد، وخاصه لاعب زي محمد النني، ويمكن ده هنتكلم فيه دلوقتي مع بعض. ده السيناريو الاول ان احنا نلعب 4-4-2 بالطريقه اللي احنا وضحناها واللي هي بتنقسم ل 4-3-3، او انك انت تلعب 4-3-3 اللي هي بتنقسم ل 4-2-4 اللي هو ان انت ممكن تلعب بتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وزيزو من البدايه، والعب في نص الملعب بحمدي فتحي ولاعب 6 بقى امام عاشور او مروان عطيه. فطبعا دي برضو نقطه، ولكن هتبقى هجوميه شويه وهيكون فيها يعني اعتقد دي ممكن تكون في الجزء الاخير من المباراه، لكن مش هتبقى من البدايه، ولكن ده سيناريو ايضا، ولكن محتاج جرأه ومحتاج شخصيه قويه انها تنفذه. ولكن لو هنتكلم ان احنا بنتكلم في بطوله ممكن ان انت محتاج تاخد بالنقطه برضو، يبقى الاقرب ان انت تلعب بطريقه 4-3-3، وممكن الشوط الثاني ان انت بقى تزود من العناصر الهجوميه على حسب سير المباراه. قدرت ان انت تجيب جول تسجل جول وتحاول ان انت تحافظ على منطقه وسط الملعب وتوازنك وتلعب كورتك الجميله، خلاص يبقى الاداء ماشي بشكل جيد جدا. احنا هنا عندنا سيناريوهين لتحقيق الانتصار. في طريقه 4-3-3 انت ممكن تلعب تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد، ومن تحتهم 3 في نص الملعب امام عاشور مروان عطيه وحمدي فتحي، فدي برضو وجهه نظر. لكن اللي انا عايز اقوله انت عندك ميزتين ممكن تلعب عليهم. نقطه ضعفك في نص الملعب ان انت ما عندكش لعيب 6 قوي، فانت ممكن تعمل زياده عدديه وتلعب 4-4-2 او تلعب 4-3-3 بطريقتها الهجوميه، من خلال ان انت عندك عناصر هجوميه قويه جدا وتعمل ضغط عالي جدا من الثلث الامامي من اول دقيقه. مهم جدا فريق منتخب الراس الاخضر لو ضغطنا على الاثنين المدافعين عندهم مشكله كبيره جدا في خط الدفاع، لو اديت لواحد منهم على دماغه خلاص فتحت معاك اتمتع وهنتدلع. ليه؟ احنا عندنا عناصر متميزه جدا، تريزيجيه مهاره، عمر مرموش مهاره، مصطفى محمد قوه وبنيان وسرعه ومحطه كويسه جدا، احمد سيد زيزو لو دخل الجيم ايضا بغض النظر عن المباراه الاولى اعتقد هيأدي اداء ولا اروع. مهم جدا ان انت تستغل لعيبتك بشكل جيد وتستغل امكانياتهم، وايضا اللاعب كهرباء. النقطه الثانيه بقى اللي طبعا كل مصر بتتكلم فيها وكل وسائل الاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن انا هقول وجهه نظر اعتقد ناس كتيره جدا هتختلف معايا، ولكن مهم جدا ان انا اوضح وجهه نظري حتى لو يعني مش هتعجب حضراتكم، ولكن مهم جدا ان حضراتكم تسمعوني، لان اعتقد ان الكلام هيكون منطقي جدا جدا، وده هيكون من خلال بعض الاثباتات ايضا. طبعا ناس كتير جدا هجمت محمد النني وبتقول ان محمد النني لاعب ما ينفعش انه يلعب في منتخب مصر ولاعب مستواه سيء، ويمكن اسهل حاجه علشان تبقى مسموع وعلشان الناس كلها تتابعك، وخاصه ان احنا في صراعات السوشيال ميديا انت ممكن اسهل حاجه انك تهاجم محمد النني ومحمد صلاح، لكن من الصعب جدا ان احنا بنوجه انتقاد احنا نوجه انتقاد محترم ويليق فعلا بقيمه اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها. انا النهارده ممكن اكون مختلف مع ادائه، ولكن مهم جدا ان انا ادي لكل لاعب قدره. فبتكلم على لاعب زي محمد النني، احنا بنتكلم على لاعب من افضل اللاعيبه في الفريق المصري، لاعب مشرفنا كلنا وبيلعب في نادي ارسنال الانجليزي. لما نتكلم على مدير فني كبير زي ارسن فينجر لما اختار اللاعب ده، لما بنتكلم على ارتيتا وبنتكلم على كيروش والنهارده روي فيتوريا، لا يبقى اللاعب ده متميز ويفرض نفسه على الكل. تعال النهارده الناس اللي بتتكلم ان محمد النني سيء، هل فعلا محمد النني سيء زي ما هم بيقولوا، ولا ممكن تكون في وجهه نظر فنيه مش واضحه للناس؟ ويمكن ده اللي احنا هنوضحه دلوقتي. وجود محمد صلاح مهم جدا ان محمد النني يكون موجود في منطقه وسط الملعب. ايه؟ محمد النني هو اللاعب الوحيد في منطقه وسط الملعب اللي بيلعب اللونج باص وما بيعملش ميس باص كتير، وبيعتبر محطه جيده في منطقه وسط الملعب، بتعمل التسليم والتسلم وبتقدر تفتح لك لعب بشكل جيد جدا. كان ده لاحظناه في الشوط الاول امام منتخب غانا، ويمكن هنشوفه في اللقطه دي دلوقتي مع بعض. ان وجود محمد صلاح في الثلث الامامي كان معظم لاعيبه منتخب غانا كلها بترجع للخطوط الخلفيه، يمكن ده كان بيدي مساحه وحريه لمحمد النني انه بيلعب 8 مش بيلعب 6، على الرغم ان هو محسوب على اللاعب رقم 6، وده اللي احنا كنا بنستفيد منه مع النني. فطبيعي جدا ان محمد النني كان بيلعب بحريه وبيظهر انه متالق، لان هي دي الميزه اللي موجوده عنده. بالتالي مهم جدا اللي هيلعب جنب محمد النني يكون جنبه لاعب رقم 6 بيدافع كويس جدا، وبالتالي كان محمد النني ظهر بشكل جيد الى حد ما. فبالتالي محمد النني ممكن تكون الجوانب الدفاعيه عنده ضعيفه شويه، ولكن لما بنستلم كوره ولما بنلعب كوره وكوره استحواذ لا محمد النني بيكون له دور ايجابي. بالتالي وجود محمد صلاح في الثلث الامامي كان بيفضي مساحات لعيبه وسط الملعب بشكل جيد جدا، وكان بيدي الحريه للاعيبه وسط الملعب انها
انها تنقي الكوره، ان هي تقدر ان هي تخترق من على الاطراف. لما خرج محمد صلاح من الملعب، ويمكن ده هنلاحظه دلوقتي مع بعض، انا عايز مع حضراتكم كده نتابع الصوره دي. في 7 لاعيبه هنا من منتخب غانا متقدمين للخطوط الاماميه، على العكس لما كان محمد صلاح موجود كان منتخب غانا كله بيخاف ان هو يهاجم يعني بعدد كتير جدا من اللعيبه، طبيعي جدا ان هو كان محجم اللعب. النهارده من الظلم ان انا لما منتخب مصر ابتدى يتضغط عليه ان انا اقيم محمد النني انه لاعب سيء، لان طبيعي جدا محمد النني لوحده كادوار دفاعيه مع حمدي فتحي مش هيأدوا الاداء المطلوب منهم، لان انت محتاج زياده عدديه في منطقه وسط الملعب. فبالتالي هنا انت ابتديت تلعب بجوانب الدفاعيه. لحظه خروج محمد صلاح كان طبيعي جدا ان انت تخرج محمد النني من وسط الملعب، وكل واحد جنب واحد حزلقوم يديله على دماغه كده ويسكته، على ان المباراه دي مهمه جدا ان احنا نحقق فيها انتصار. اعتقد من المباريات اللي هتكون جميله جدا واللي ان شاء الله كلنا هنستمتع بيها لو فريقنا في حالته، وان شاء الله فيتوريا يقدم لنا الاداء اللي احنا منتظرينه منه. وايضا هنشوف في الصوره هنا الثانيه مع حضراتكم 8 لاعيبه ايضا موجودين في الثلث الهجومي. النهارده ابتدى منتخب غانا بعد اصابه محمد صلاح وبعد خروج محمد صلاح ان هو ابتدى يتجرأ على الفريق. فكره ان انا النهارده اتكلم عن محمد النني سبب طبعا في لحظات ان الفريق كله كان مضغوط، فطبيعي جدا انه لعيب زي ده كان عامل مجهود كبير جدا على مدار المباراه. في اللحظات دي انا شايف ان اداء الدفاع مش موفق، اللعيب مش في حالته دفاعيا، لا يبقى انا اخرجه وممكن انزل لعيبه. لكن فكره ان احنا بقى نهاجم اللعيب بسبب انه كان في اختلاف في اسلوب اللعب، فطبيعي جدا ان اللعيب ما كانش اللاعب المناسب في التوقيت ده بالنسبه للخطه، لا يبقى انا كده بدبح اللعيب ده. عشان كده انا ضد كل وسائل الاعلام اللي بتتكلم على محمد النني بشكل سلبي. محمد النني لاعب متميز جدا، ولاعب انا كمدير فني دوره خططي مهم جدا جدا في الملعب، وخصوصا في اللحظات الهجوميه مهم جدا. محمد النني مش مطلوب منه انه يعمل الادوار الدفاعيه. محمد النني لاعب متميز بالتصويبات من الخارج، متميز باللونج باس، لاعب بيقدر يشوف الملعب بشكل جيد جدا، عنده التسليم والتسلم، بيقدر يعمل لي السلاسه والسهوله في منطقه وسط الملعب. مهم جدا ان انا اعتمد عليه، لكن ده في حاله لو عندي لاعب رقم 6 متميز يقدر يسنده انه يلعب الاداء اللي احنا بنتكلم عليه. لو عندنا لاعب زي طارق حامد في المنتخب كان اعتقد محمد النني يظهر بشكل جيد جدا، لكن النهارده حمدي فتحي يعتبر لاعب محسوب على رقم 8. 6 مش قوي وهو اداؤه متميز وكل حاجه، ولكن مش اللاعب اللي يقدر يشيل نص الملعب لوحده. فبالتالي هنا يمكن حتى كل الفرق الكبيره دايما بنلعب بلاعب 6 وبيبقى جنبه لاعب يعني شويه عنده الميول الهجوميه ومش قوي. اي مدير فني بيحب ان يبقى عنده لاعب قوي بيقطع كوره بشكل جيد جدا، ويكون بنيانه قوي ويكون طويل، ويكون جنبه لاعب كوره في نص الملعب. فبالتالي لو هنتكلم على محمد النني هو شويه ما بيميلش للجوانب الدفاعيه، على العكس من لو هنتكلم على لاعب زي طارق حامد. فبالتالي هنا في لحظات الدفاع وفي لحظات الضغط العالي لو انا شايف ان محمد النني مش هيفيدني دفاعيا يبقى مهم جدا ان انا اخرجه. لكن فكره تشويه اللعيب ان احنا نتكلم على لعيب رائع جدا ولاعيب الحقيقه مشرفنا كلنا وبيلعب في اقوى الدوريات الاوروبيه وكل وسائل الاعلام تطلع تتكلم عنه بشكل سلبي، فانا الحقيقه ضد وجهه النظر دي وضد ان احنا نتكلم على لاعبتنا بالشكل ده. النهارده محمد صلاح النهارده عمل دور خططي رائع جدا، يمكن ما فيش حد من وسائل الاعلام اتكلم عليه. ده خلينا نتكلم بقى لغز محمد صلاح وروي فيتوريا مع المنتخب وهل هم متميزين ولا لا. ولكن انا شايف زي ما قلت لحضراتكم ان هم اتظلموا بالماتشات الوديه، اللعيبه ما فيش انسجام يسال فيه المسؤولين في اتحاد الكوره. لان النهارده لما بلعب بطوله كبيره زي افريقيا، زي لعيبه افريقيا اللي كلهم محترفين، بجمع نفسي قبل المباراه بيومين ومع المباراه مستواي هتدرج، لا اعمل معسكرات والعب مع فرق مستوى A وB وC بحيث ان انا اقدر اقف على نقاط الضعف ونقاط القوه الفريق. انا بجيب لعيبه محليين على لعيبه دوليين، طبيعي جدا ما يبقاش فيه انسجام. النهارده شفنا فيتوريا لو هو سيء، فيتوريا هو اللي حسم المباراه، هو اللي حسم مباراه موزمبيق، وهو اللي حسم التعادل في مباراه غانا. احنا النهارده بنتكلم على مدير فني شخصيته قويه جدا جدا، ده ظهر قوي خلال ان هو شخص جريء جدا ومش جبان خططيا. النهارده لما نزل تريزيجيه وبقى بيلعب بعمر مرموش ومصطفى محمد ومصطفى فتحي، انك تلعب باربع مهاجمين، احنا اول مره نشوف مدير فني بيعمل ده. ده يخليني يقول للناس اللي بتقارنه بكيروش كل وسائل الاعلام بلا استثناء كانت بتهاجم كيروش، على الرغم ان هو يمكن الميزه اللي في كيروش هو كان خططيا متميز ولكن ما كانش جريء كده في الكره الهجوميه، لكن كان كورته ايضا متميزه. ويمكن هو يتميز عن فيتوريا في اختيار العناصر الحقيقيه. يمكن فيتوريا يقدر يعمل لك خطه ويقدر يعمل لك تشكيل ويقدر يدير لك مباراه بشكل جيد جدا، وهنتفرج معاه على كره ممتعه اعتقد امتع من كره كيروش. ولكن كيروش كان افضل منه في اختيار العناصر، انه يجيب لعيب زي عمر كمال ويلعبه، انه يجيب محمد عبد المنعم وما فيش حد في مصر يعرفه ويلعبه. ولكن الحقيقه الاعلام وقتها ما كانش بيتكلم كده، ويمكن هنتكلم على فيتوريا بعدين ويمكن كلنا هنفتكر الكلام ده. تعالى بقى نشوف بقى اللي يثبت كلامنا ان فيتوريا مدير فني متميز جدا بالدرجه الاولى خططيا. ليه هو مصر على تواجد محمد صلاح حتى ولو اداؤه سيء؟ ممكن يتغير، لكن خلينا نشوف هل فعلا هو كان بيستفيد من محمد صلاح، لان في ناس كتير جدا مش عارفه وبتقول، ممكن الناس بعتت لي وبتسالني هو فيتوريا بيلعب ازاي، هو بيحرك الملعب ازاي. تعالى هنا نشوف احنا بنلعب 4-3-3، كان بيلعب بامام عاشور وحمدي فتحي والنني. هو جرب في المباراه الاولى انه يلعب بزيزو ويخلي محمد صلاح في وسط الملعب امام محمد النني وامام حمدي فتحي، ابتدى يدي لزيزو الجناح اليمين وكان مصطفى محمد وتريزيجيه مهاجمين، ولكن الحقيقه ما تنفذتش معاه. زيزو يعني كان اداؤه سيء. تعالى في المباراه الثانيه نشوف الراجل ده خططيا بيفكر ازاي. طبعا مصطفى محمد في خط الهجوم وكان من تحتيه محمد صلاح واللاعب عمر مرموش، وكان مين اللي بياخد حته بقى الجناح اليمين، منطقه الجناح اليمين، وكان بيديله الحريه. عشان كده كان بيلعب بامام عاشور وحمدي فتحي والنني في منطقه وسط الملعب عمر كمال عبد الواحد. ويمكن ما فيش حد اتكلم عن الدور ده اللي عمله فيتوريا. شوف عمر كمال عبد الواحد هنا في الصوره الاولى، وشوف عمر كمال
كمال عبد الواحد هنا في الصوره الثانيه بيتحرك ازاي. طبعا الكلام ده ما فيش حد بيتكلم فيه في وسائل الاعلام كلها. شوف عمر كمال ايضا هنا كان بياخد الحريه ازاي. لو عمر كمال في فورمته ده برده اللي زيزو ما كانش في فورمته وظهر المنتخب المصري بشكل زي. وهنا عمر كمال ايضا في الجزئيه الخططيه اللي كان بيعتمد عليها فيتوريا لكن برده مش واخد على اجواء المباراه برده بسبب عدم الانسجام، ما ظهرش برده الاداء الفني عالي بالنسبه للمنتخب. تعالى هنا محمد صلاح اللي احنا بنتكلم فيه، هل محمد النني لما محمد صلاح بيلعب مهم جدا ان يكون موجود في الملعب؟ تعالى النهارده محمد صلاح لما بيبقى موجود في الثلث الاخير، تعالى كده مع بعض في الصوره دي عد عدد اللاعيبه اللي موجوده من فريق غانا في خط الدفاع وشوف كم واحد من منتخب مصر في الهجوم. منتخب مصر 4 في الثلث الامامي، منتخب غانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 لاعيبه من منتخب غانا على 4 لاعيبه من منتخب مصر. يمكن ده بيوضح لنا ان حتى محمد صلاح وهو في اسوأ حالاته، وانا مش بدافع عنه، محمد صلاح في اسوأ حالاته وانت شايف ان هو مش موفق خرجه. يمكن دي النقطه اللي ممكن شويه انتقد فيها روي فيتوريا، ولكن محمد صلاح دوره مهم جدا مع المنتخب وكلنا شايفين ده، وكل اللعيبه بتعمل له 1000 حساب، واي مدير فني بيعمل له 1000 حساب قبل ما بينزل الملعب. فبالتالي انت بيخليك وبيساعدك كتير ان انت يبقى عندك جرأه انك تحرك لعيبه، محمد النني، عمر كمال، امام عاشور، عمر مرموش، لكن الامور دي كلها يعني في ناس كتير بتغفلها. تعالى برضو هنا نشوف محمد النني لما كان بيبقى معاه المساحه والحريه كان بيلعب اللونج باص، دي كره لونج باص كان بيلعبها لمحمد صلاح، ودي اللقطه اللي احنا بنتكلم عليها. وهنا عمر كمال عبد الواحد كان متقدم، وهنا منتخب مصر بيلعب بحوالي 3 لعيبه بس في الثلث الامامي، هنلاقي ان في 8 لعيبه من منتخب غانا، في زياده عدديه ايضا هنا في الثلث الاخير من منتخب غانا. ده كله بياكد الكلام اللي احنا بنقوله. هنا بقى لما فيتوريا عمل تغيير تريزيجيه مكان اللاعب محمد النني، ابتدى ان هو يلعب كره هجوميه مصطفى فتحي وتريزيجيه وعمر مرموش واللاعب مصطفى محمد. الحقيقه هنا دي بقى جرأه وقوه شخصيه المدير الفني. فيتوريا اثبت لنا ان هو مدير فني عبقري في اللقطه دي. فيتوريا فكره ان انت تبقى خسران 1-0 وتتعادل 1-1 وبعد كده تخسر 2-1 وترجع تتعادل 2-2 وانت عليك ضغط، وفي نفس الوقت خرج منك نجم كبير جدا زي محمد صلاح وتعرف تعمل معالجه خططيه ويبقى عندك ضبط نفسي. ويمكن الحقيقه عاجبني قوي روي فيتوريا انه ما بيوترش لعيبته، وانه بيقدر ان هو يفكر اكتر ما يتعصب على اللعيبه. الحقيقه انه بيحاول يشوف حلول خططيه ويقدر يرجع بالفريق مره ثانيه، وده كان واضح جدا في تغييراته. مش عشان المنتخب ما حققش نتيجه ايجابيه ان احنا نغفل الادوار دي كلها. منتخب مصر على فكره بيتحسن واداؤه رائع جدا، لكن اللي مش ظاهر دور فيتوريا ولا قوته انه لسه اللعيبه بتنسجم مع الوقت، ويمكن ده شفناه في تحسن. انه منتخب مصر النهارده في الشوط الثاني لمباراه غانا كان كل جمهور مصر بيستمتع باداء الفريق المصري، ومحدش كان متوقع ان المنتخب المصري يظهر بالشكل ده. ليه؟ لان الحقيقه ابتدى الفريق المصري المباراه الاولى عن المباراه الثانيه بيختلف. عشان كده انا بقول ان احنا عندنا عناصر مهمه جدا، احنا عندنا قوام فريق يقدر يحقق بطوله. عندنا بعض نقاط الضعف، ولكن عندنا الاساليب الخططيه اللي احنا نقدر نعالجها. احنا قلنا ان احنا عندنا ضعف في الدفاع، انه احمد حجازي بطيء الى حد ما، واتفقنا انه عندنا مشكله في منطقه وسط الملعب باللاعب رقم 6، فبالتالي يا اما نعالجها بزياده عدديه يا اما تعالجها ببعض الامور الخططيه زي ما احنا وضحنا. لكن عشان نتكلم على محمد النني ومحمد صلاح وفيتوريا، لا، احنا بنتكلم على اسماء كبيره موجوده في عالم كره القدم، وبنتكلم على اسماء ليها تاريخها. لو هنتكلم على فيتوريا ليه اسمه وليه تاريخه في البرتغال، لو هنتكلم على محمد صلاح من افضل اللاعبين على مستوى العالم، محمد النني لاعب متميز جدا ولاعب من افضل لاعبي الوسط في فريق نادي ارسنال الانجليزي. فقبل ما نتكلم على اي لاعب او على اي مدير فني، مهم جدا ان احنا نديله قدره وننتقد، ولكن باحترام. احنا ما بنقولش ان احنا ما ننتقدش حد، لكن فكره ان احنا نقلل منه بالدرجه اللي بتتناول في جميع وسائل الاعلام، انا من وجهه نظري دي مرفوضه. مهم جدا نكون محايدين، مهم جدا نتكلم على نقاط الضعف ونقاط القوه، لكن مهم جدا ايضا ان انت تحافظ على امام حتى جماهير الشعب المصري ان انت تحافظ على قوام الفرقه وتحافظ عليها. ومهم جدا ان احنا ننتقد بحياديه مش بشكل عشوائي، عشان احنا مثلا شايفين ان الشعب المصري كله النهارده بيهاجم محمد النني ومحمد صلاح، فانا النهارده عشان اركب الترند اطلع اتكلم عن محمد صلاح ومحمد النني، ودي اسهل حاجه. ولكن لا، الصح ان احنا نتكلم بشكل حيادي ونتكلم بشكل عادل. محمد صلاح ليه دور خططي مهم جدا وده كان بيتحقق. ممكن يكون مش موفق، ممكن يكون انه مش في الفورمه، عايز تغيره ونتكلم عليه، مش شايفين ان هو ده الاداء الافضل، مفيش مشكله، لكن ما نخسفش باللعيبه. محمد النني كذلك. ايضا لو هنتكلم على فيتوريا الحقيقه عمل مباريات متميزه جدا، وده كان واضح قبل كده. في الحقيقه بيلعب كره ممتعه، وكلنا شفنا مباراه الجزائر اللي تعادل فيها 1-1 وكان مطرود منه محمد هاني في الدقيقه 27 وعمل مباراه متميزه. فالنهارده احنا بنتكلم على مدير فني ليه اسمه، مدير فني خططيا متميز. لكن لو انا هاسال على حاله العشوائيه اللي ظهر بها الفريق المصري في البدايات، انا هسال فيها اتحاد الكوره. مهم جدا قبل ما تفكروا كاعلام ان انت تنتقد اتحاد الكوره فين الماتشات الوديه. كابتن حسن شحاته والكل كان متابع ان كان كابتن حسن شحاته بيعمل ماتش واثنين وثلاثه وديين قبل اي بطوله افريقيا، لان كان معروف ان اللاعب المصري محليا ما بيقدرش ان هو ينسجم بسرعه، فبالتالي المحترفين بينسجموا وعارفين بعض وحافظين بعض.
انما احنا مهم جدا ان انت تلعب ماتش ودي واثنين وثلاثه وتقف على نقاط الضعف ونقاط القوه. فين الكلام ده؟ يبقى انا النهارده لما الاقي فيتوريا بيعمل ده وكلنا هاجمنا كيروش في كده، ان في 6 شهور جمع اللعيبه وقدر ان هو يعمل اللقطه دي، لقطه ابداعيه من كيروش انه يقدر يجمع اللعيبه في 6 شهور، ويقدر ان هو يوصل نهائي وتلعب امام السنغال اللي لعيبتها كلها محترفه وكان عندهم استقرار 6 سنين و5 سنين مع المدير الفني اليوس السي. طبعا المواطن الحزلقومي اللي هيقول لك بقى ايه الراس الاخضر، ما هو حزلقوم ده معانا كده في كل شله ان شاء الله، وهتلاقوه برده في مباراه الراس الاخضر. اي واحد معاك جنبك واحد حزلقومي اديله واحد سحله، ما تزعلوش، اديله واحد سحله بقول له ايه خليك بس معانا المره دي، خليك معانا يا عم حزلقوم. طبعا هتلاقيه في كل شله دايما يقول لك منتخب مصر هيخسر من الراس الاخضر 5 و6 و4 وفريق الراس الاخضر قوي، انما لا، تعالى نتكلم بقى بشكل فني زي ما وضحنا لحضراتكم الصور في تحركات في الملعب، واتكلمنا عن احصائيات منتخب الراس الاخضر. لا، منتخب الراس الاخضر فريق متواضع، هو فريق جيد هجوميا، ولكن لو هنتكلم عنه كفريق كامل، لا، المنتخب المصري افضل فنيا بكتير جدا من الراس الاخضر. ولكن مهم جدا بقى ان روي فيتوريا يظهر لنا بشكل رائع جدا، وانا اعتقد لو فيتوريا موفق وقدر ان هو يختار التشكيله بشكل جيد جدا، اللعيبه اتحملت المسؤوليه ولعبت برجوله ولعبت بالروح العاليه، هنتفرج على اروع المباريات اللي هنكون اتفرجنا عليها في السنوات الاخيره، وهنتفرج على نتيجه كبيره امام في منتخب الراس الاخضر، وان شاء الله باذن الله تكون فرحه لكل الجماهير المصريه وكلنا نستمتع باداء المنتخب المصري. لكن في النهايه كل الاحترام وكل التقدير للاعبتنا، باذن الله بنتمنى لهم التوفيق. للاسف